راجع لكم بعد غياب وبعد شهر رمضان، وحشتوني جدا. بس هو في حد يرجع بحلقه عملها قبل كده؟ ايوه، احنا عملنا حلقه عن التحرش الجنسي قبل كده، ولان التحرش ازمه في كل عيد فدي مش هتبقى حلقه، دي مجرد رساله. اهلا بكم في سيلفي تيوب. عشان نبقى صراحه وبسرعه عشان ورايا مشوار. امتى شفت واحده بيتحرشوا بيها واتدخلت؟ طب كم مره سمعت صرخه بنت في العيد وحاولت تمسك المتحرش؟ كم مره شفته في الاتوبيس وما قلتلوش شويه كده يا كابتن؟ يعني باختصار، كم مره الرجاله كانوا في الزحمه رجاله؟ الكلام اللي فات ده للي ما بيتحرش، الكلام اللي جاي للكائن المتحرش. انا كلمتك قبل كده، عشان كده جايب لك الكبير يكلمك المره دي. قال له: يا اخ العرب، اتحب ذلك لامك؟ قام الراجل بحلق عينيه كده، قال: أحب ذلك لامرأتك؟ أتحب ذلك لأختك؟ قال له: لا. أتحب ذلك لبنتك؟ قال له: يعني ما يحبهاش. قال له: كذلك الناس يا أخ العرب لا يحبون ذلك لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لزوجاتهم ولا لأخواتهم. يعني تتحرش ببنات الناس اللي هم قرايب ناس تانية، لكن قرايبك انت محدش يقرب له. طب بالله عليك، احساسك ايه لو ركبت اتوبيس ولقيت واحد واقف ورا اختك وفي مسافة ما بينهم وهو واقف غصب عنك؟ هتتضايق. امال احنا نبص لك ازاي وانت متحرش وانت عارف ان انت متحرش وانت بتلمسها لمسة ما تشبعش، بس الحيوان تكفيه لمسة يحلم بيها طول الليل. رسالة الحلقة: مفيش رسالة للحلقة، لأن مفيش حلقة. ما احنا قلنا دي رسالة، بس يا رب توصل. أشوفكم الحلقة الجاية.